السلام عليكم. أهلا بكم. النهاردة هنتعلم مع بعض طريقة تسجيل أو فتح الواتساب على جهاز الكمبيوتر بطريقة سهلة وبسيطة جدا. الطريقة دي ممكن نستخدمها كتير لو بنحتاج نحمل ملفات أو نبعت صور كتير من على جهاز الكمبيوتر مثلا، أو له استخدامات كتير. أول حاجة هنفتح جوجل من على جهاز الكمبيوتر ونكتب واتساب ويب. هندخل عليه، هيفتح معانا الصفحة زي ما انتوا شايفينها كده. استخدام واتساب على الكمبيوتر: واحد، تفتح الواتس على الهاتف. اتنين، تضغط على القايمة اللي هي 3 نقط فوق بعض أو على الإعدادات واختار الأجهزة المرتبطة. تالت حاجة هننقر على ربط الجهاز، وبعد كده هنوجه الجهاز على الباركود ده. هنعملها على الجهاز مع بعض وهنشوف. دوت الواتس معانا، واتس الكمبيوتر اهو. واتس الموبايل، هنضغط على ال3 نقط اهيت ونضغط على الأجهزة المرتبطة، نضغط على ربط الجهاز. هيطلب مننا البصمة أو فتح الجهاز، هنوجهها اهوت للباركود، بيضغط عليه جاري تسجيل الدخول. كده سجل معانا. بعدين هنرجع تاني للجهاز الكمبيوتر، هنلاقيه سجل معانا اهو بالطريقة والشكل اللي انتوا شايفينه ده. الطريقة سهلة جدا. وفي النهاية بس أتمنى من حضراتكم تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس دعما لنا لتقديم المزيد. وإن شاء الله تابعونا في فيديوهات قادمة لمعرفة وتعلم المزيد. على الجهاز بقى هنلاقي نبحث هنا برضو الستوري بتكون موجودة. لو عايزين نبدأ دردشة جديدة، الأصدقاء، حبينا نخرج برضو بندوس على ال3 نقط دول. لو عايزين نعمل جروب جديد، عايزين نعمل مجتمع، نشوف الرسائل المميزة عندنا، الإعدادات بتاعة الواتس نفسه ممكن نغيرها. لو عايزين حبينا نخلصنا بقى وعايزين نسجل خروج، بندوس تسجيل الخروج، وبالتالي كده يكون خلاص. نشكركم لمتابعتنا. هنسجل الخروج اهو. رجعت لنا الصفحة زي ما كانت. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.